نبدأ نحكي عن الفيجن ثيرابي والبيهيفيرال اوبتومتري. أول شيء، مهنتنا من المهن اللي بصراحة فيها تخصصات متعددة، وهذا حاليا الحمد لله اللي بيتابع الزملاء أنا في جميع أنحاء العالم العربي. في يوجد من منهم يعمل في مراكز البصريات وبيقدموا خدمة يعني مهمة جدا للمجتمع. في الإخوة المتخصصين في العدسات اللاصقة والسبيشال كونتاكت لينسز، السكليرال كونتاكت لينسز، في زملاء متخصصين باللو فيجن، في زملاء وزميلات متخصصين بالبيدياتريك اوبتومتري. حاليا موضوع الميوبيا مانجمنت يعني ما شاء الله بدا ياخذ باب كبير يعني ومجال كبير، والمستقبل احتمال يكون له مجال اكبر. في الزملاء اللي بيشتغلوا في مستشفيات، في عيادات، في العمليات مع الدكاتره. في زملاء اللي تخصصوا بالعيون التجميليه، وفي بالفيجن ثيرابي والبيهيفيرال اوبتومتري اقل، خاصه موضوع البيهيفيرال اوبتومتري. هنحكي شويه اليوم عن الفيجن ثيرابي وعن البيهيفيرال اوبتومتري حتى ناخذ فكره ايش هم وايش المجال العمل فيهم. اوكي. طيب انا ممكن ابدا المحاضره شويه غير عن المعتاد. ما بعرف اذا مسموح اسال وزملائي يكتبوا مثلا او يجاوبوا مثلا او يسجلوا عندهم، ممكن نتناقش فيما بعد. هبدا بكيس مبدئيا نلقي النظر عليه، ممكن نشوف الحل في النهايه ان شاء الله. اوكي. في بنت عندها اكوموديتيف ايزوتروبيا. هذه البنت الصغيره كان عمرها تقريبا سنه ونص. الاهل طبعا شايفين لاحظين انه مع النظاره ما زال في ايزو. اوكي. حتى مع النظاره ما زال في ايزو، بالتالي هون الحل السيرجري. صحيح؟ اعتقد الكل متفق على هذا الشيء، عشان النظاره ما جابت نتيجه. وهذا كان راي اطباء في الاردن وراي اطباء كون الاهل سافروا لامريكا نفس الشيء، فعملوا السيرجري في امريكا، فصار العينتين زي ما انتم شايفين فيها استقامه. صحيح؟ طيب لكن البنت هذه بعد حوالي بعد العمليه بسنه، سنه ونص، سنه ونص، سنتين تقريبا، بدا يصير معها اكزو. لاحظوا انه العين عم تطلع لبرا. صحيح؟ شوفهم كيف اذا بتعمل فيكسيشن بالهاي العين بتطلع اليمين، اذا بتعمل فيكسيشن بالهاي العين بتطلع اليسار، فهذا الترنت اكزوتروبيا. فالاهالي في المرحله هذه راجعوا عده اطباء عيون. الاغلبيه ما تشجع انه يعمل العمليه كونه احتمال ما تزبط. فكان الحيره من الاهالي انه دائما كانوا يرجعوها وما العمل وما الى ذلك. بدي احط لكم حاليا التقرير الطبي على 9 سنوات. طيب هذا التقرير الطبي تبعها بيحكي عن عندها اكوموداتيف ايزوتروبيا، انه عملت عمليه في 2011 بامريكا، وهذه الدرجات تاعيتها هذا سايكلو ريفراكشن زائد 4 مع 4 ونص مع ناقص 2 وزائد 6 مع ناقص 2. لاحظوا ان الفيجوال اكويتي، هذا تقرير طبي. اوكي. تقرير دكتور. الفيجوال اكويتي اليمين 0.8 واليسار 0.9 without correction. اوكي. مع الكوركشن زائد 1 ونص مع 2 وزائد 2.75 مع 2 ونص بتوصل تقريبا 20 6 على 6. هذا تقرير طبي تبع الدكتور. عندها انترميتنت اكزوتروبيا، ونصحوها بتعمل اكسرسايزز للكونفرجنس. برايكم في احتماليه احنا نساعد هذه البنت كونها بتعاني، عندها معاناه كثير، عندها مشاكل كثير، عندها مشاكل العين ظاهره يعني انه بس تعمل فيكسيشن بيبين عليها. اوكي. بس بتقرا بعين واحده، بدهاش تقرا بالعينتين، وبالتالي هذا سبب لها مشاكل في اشياء رح نشوف بعدين. ما بعرف عندكم تحبوا تحكوا هلا شيء معين ولا خليه بعدين؟ خليه بعدين. افضل نخلي بعدين. ايوه. يلا بس خلي بالكم هذا الكيس ايش فينا نعمل؟ نعطيها نظاره ما نعطيها نظاره؟ كونه دكتور حاكم ما في داعي تلبس نظاره، يعني كونه نزل الفيجن 0.8 0.9 كما تلبس النظاره، لكن عندها معاناه. طيب نروح نقطه ثانيه. زميل من زملائنا، اي واحد فينا مثلا يشتغل في عياده او بيشتغل في مستشفى او في مركز، طلبوا منه يعمل سكريننج مثلا في مدرسه، راح على المدرسه يعمل سكريننج بعض الاطفال. اجت هذه البنت نسميها فدوى، فحص حط لها فدوى التست 2020، شافت فدوى هذا التست وقرأته كامل، وبالتالي الفيجن عندها 2020. صحيح؟ بنفس المدرسة نفس الأعداد طفل آخر مثلا زي هذا نسميه باسل شاف التست بالطريقة هذه. في اختلاف بين الرؤية، لاحظوا في اختلاف. على الشمال باسل بيشوف شوية غباش، صح؟ في زي ازدواجية أو زغللة في الرؤية، لكن قرأ التست 2020 وبالتالي عنده جود فيجن. اجى دور على ليث، نسميه ليث هذا، وشاف التست بالطريقة هذه لكن قرأت اللاين 2020، رغم انه بيشوفه بالطريقة هذه لكن قرأه. الاوبتومتريست كونه قرأ اللاين 2020 معناها نظره 6 على 6 2020. اجى دور مايا، ومايا شافت التست بهذا الشكل وقرأته. اوكي. وبالتالي مايا برضو قرأت اللاين 6 على 6 يعني 2020. كلهم شافوا اللاين 2020. صحيح؟ لكن مش كلهم شافوا نفس الشيء. الاوبتومتريست ما قدر يعرف انه كل واحد شافه بطريقه خاصه. اوكي. اللي بدي اوصلكم الفكره، احنا بيجي عندنا واحد ويفحص ويكون عم بيقرا الاحرف اللي بنحط له اياها او الارقام، ممكن واحد يقرا لك 9 7 3 4 6 بسرعه،
لاين 66 2020. واحد ثاني نفس الشيء يقرا لك 9 6 4 وبرضه 2020. ما بيشوفوا نفس الشيء. مش كل واحد بيقرا اللاين 2020 معناته عنده جود فيجن. اوكي، هذا لازم ناخذه بعين الاعتبار. وبالتالي 2020 فيجن از نوت انف. اوكي، ليش؟ عشان في عندنا شيء اسمه فيجوال سكيلز. ايش هي الفيجوال سكيلز؟ احنا لما نفحص النظر احنا عم نفحص بس هذا الاي سايت. اوكي، لكن عندنا شيء اسمه الاي فوكسنج يعني الاكوموديشن، في عندنا شيء اسمه الاي تيمينج يعني الكونفرجنس، في عندنا شيء اسمه الاي تراكنج اللي هو الاي موفمنت. وبالتالي هذول الثلاثه عاده ما حدا بيفحصهم، بس بنركز على الفيجن. واغلب الحالات بنركز على الفيجن من بعيد، يعني بيجينا واحد عمره 16 20 بنفحصه من بعيد، عنده ناقص واحد نعطيه نظاره والسلام عليكم. طب فحصنا الفيجن من قريب؟ نو، ما بنفحص الفيجن من قريب. قد يكون عنده مشاكل، لازم نفحص هذه الشغلات. بعدين في عندنا شيء اسمه الفيجوال بيرسبشن. اعتقد اغلبكم درس في الجامعات وبالتالي بيعرف شو هو الفيجوال بيرسبشن، يمكن كانت ماده من المواد اللي اندرست، لكنها مجالها كبير وواسع للاسف ما حدا بيعطيها الاهميه الكافيه، كونه فحوصاتها طويله وبتاخذ وقت. لكن في مراكز متخصصه عم تعمل هذا الشيء وعم تشتغل على هذا الفيجوال بيرسبشن. ايش هو الفيجوال بيرسبشن؟ كلنا نعرفه، الفيجوال ميموري، الفيجوال كلوجر، والفيجوال كونستانسي، والفيجوال سيكونشال، وكل هدول الديسكريميشن، هذا كله فيجوال بيرسبشن. وبالتالي قد يكون فيها خلل رغم انه الانسان عنده جود فيجن. هذا برضه شيء ما بينعمل، ما بينشاف، ما بيتفحص، ما بيتدقق منه. وبالتالي احنا عندنا شيء اسمه فيجوال سكيلز. الفيجوال سكيلز هي هذه تقريبا الفحوصات. السنترال فيجن اكويتي للبعيد وللقريب، للفار وللنير ضروري. البريفرال فيجن، باينوكولار فيجن بثلاث انواعها، سيمولتانيوس الفيوجن وال 3 دي فيجن، كونفرجنس بانواعه، الكولر فيجن، الاي موفمنت، الفيكسيشن والفولو والسكند موفمنت والاكوموديشن، كل هذه الاشياء بتعرفوها، لكن هذا ما بيتقيم للاسف. اوكي، ومن هون اغلب الحالات يعني بيجينا مثلا واحد عنده ناقص واحد ونص وناقص واحد ونص وعمره مثلا 25 واعطيناه نظاره وشايف بيرفكت ومبسوط واموره تمام، بيجي واحد نفس الكيس تقريبا نفس العمر وعنده ناقص واحد ونص وعنده ناقص واحد ونص وبتعمل له نظاره لكن شايف، هو شايف 6 على 6 لكن مش مبسوط. ما بنحاول نكتشف ليش هو مش مبسوط. نفس الشيء بالليزك، اللي بيعملوا ليزك اللي بيشتغلوا بعيادات ومستشفيات بيعرفوا هذا الشيء. في ناس تعمل ليزك بتطلع واو مبسوطه كل امورها تمام، في ناس بتطلع بعد عمليه الليزك هو شايف يعني 20 قارئ جود، لكن في شيء حاسس انه هو مش مرتاح عليه. طبعا يمكن ما تقيم الباينوكولار فيجن قبل العمليه وبعد العمليه، في تاثيرات اثرت على الفوريا، ازاله هذه الدرجات، بس كان قصر النظر ولا طول النظر، ازاله النظاره كانت تعمل افكت معين، لما شلنا النظاره راح الافكت وما الى ذلك. هذا كله لازم كل هذا لازم يتاخذ بعين الاعتبار. الصوت واضح ان شاء الله؟ اوكي طيب، بدي احط لكم صورتين. بدي اسالكم، انا عارف الجواب مبدئيا، بس اذا حطينا هذه القطعتين من القماش الاي والبي مثلا، ايهما ملمسها انعم؟ الكل حيقول البي، واضح صح؟ بس السؤال ايش عرفكم؟ احنا بنحكي عن حاسه اللمس، وما حدا منكم هلا لمس هذا الشيء فقط عن طريق الفيجن. اوكي، هذا يعطينا مؤشر انه بين كل الحواس اللي عندنا الفيجوال سيستم هو الدومينانت على جميع الحواس، هو اكثر واحد له تاثير على جميع الحواس. احنا عن طريق الفيجوال سيستم ومش الفيجن. كنا نحكي عن الفيجن، انتقلنا للفيجوال سكيلز، الان حننتقل للفيجوال سيستم. احنا عندنا الفيجوال سيستم هو الدومينانت على جميع الحواس، 80% من المعلومات تصل للدماغ عن طريق الفيجوال سيستم، ما يقارب 11% عن طريق السمع، والباقي متوزع على بقيه الحواس. وبالتالي الفيجوال سيستم مهم جدا 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 بالنسبه لنا. اوكي، هو الدومينانت. ليش؟ لان الدماغ، العين لا ترى، العين كاميرا، هذا شيء احنا عارفينه ودرسناه، لكن لازم دائما نفكر بالطريقه هذه. العين لا ترى، العين كاميرا، العين تاخذ الصوره وبترسلها للدماغ، والدماغ هو اللي بيفسر ما يرى. الصور اللي وسطه بيتفاعل معها، بيعمل بنسميه معالجه بصريه يعني فيجوال بروسيسنج، وبناء عليها ناخذ قرارات. انا دائما بضرب للاهالي لما يجوك اهالي يكون عندهم مشاكل لاولادهم، لازم تحط لهم امثله بسيطه مبسطه. انا ما بيكفيني الطفل بالصف عم يطلع على اللوح وشايف حرف الاي كلير، معناته عنده جود فيجن مثلا، اوكي شايف الحرف الاي كلير، لكن بيهمني يشوف هو عارف يقدر كم حجم حرف الاي. اذا حرف الاي ظاهر خارج، عارف يقدر قديش هو خارج لبرا، قديش هو بعيد حرف الاي عن حرف البي مثلا. قادر الطفل يمثل هذا على الدفتر لما ينقر ويكتب، عارف يحافظ على المسافات بين الحروف وبين الكلمات، وهذا كله اسمه فيجوال بروسيسنج. فما يكفي انه الانسان يشوف 2020، لازم عنده very good visual system, very good visual processing. اوكي، وهذا بخلينا نعيد definition بتاع مفهوم الفيجن كونسبت. ايش بنفهم بالفيجن؟ اوكي، لما نتعمق في الموضوع حنلاقي انه في 3 مدارس تحكي عن الفيجن كونسبت، مفهوم الفيجن.
المدرسه الاولى والمدرسه التقليديه هي الكلاسيكال او الكلاسيك او ستراكتورال موديل. اوكي. والفانكشنال والنيورو كوجنيتيف. اول وحده هي الكلاسيك او ستراكتورال فيجن موديل، هي التقليديه، هي تعلمناها في الجامعات والمعاهد ومحل درسنا، وتعتبر انه العلاقه بالجينيتيك، العلاقه بهيكل وشكل العين والمعايير تاعيتها وبسلامه العين من الناحيه الصحيه، وبالتالي اي خلل بهذا الشيء او اي تاثير على هذا الشيء ممكن ياثر، يعطيني قصر نظر، طول نظر، استجماتيزم، بريزيوبيا، وبالتالي علاجه بيكون دائما جلاسز، كونتاكت لينسز، ريفراكتيف سيرجري. بس الاوبتومترون في هذه الحاله عمله هو فقط انه ياخذ قياسات، اوكي، ويصرف الوصفه او الكونتاكت لينسز، او يحدد ما يناسب من الكونتاكت لينسز لهذا الانسان. اوكي. بس اذا في هون خلل بالفيجوال سكيلز ما بنتدخل تقريبا. هذا الكلاسيكال. اوكي. الموديل اللي بعده هو الفانكشنال فيجن موديل. ايش هو؟ بقول لك لا، انا صح انه لازم يكون عندي جود فيجن، لكن انا عندي في شيء اسمه فيجوال سكيلز اللي حكينا عنهم، وبالتالي انا عندي فيجوال اكويتي، انا عندي ستروبسيس، انا عندي شو اسمه فيوجن، انا عندي 3 دي فيجن، انا عندي كونفرجنس، انا عندي اكوموديشن، واي خلل بالمعايير اللي بنعرفها اللي درسناها في الجامعه. واحد له معايير بارامترز معينه لازم يكون من الى كل واحده منهم، اوكي، النورمال فاليوز. وبالتالي اذا خرج عن هذه المعايير قد يسبب لي مشاكل بالكونفرجنس، بالاي موفمنت، بالاكوموديشن، وبالتالي هو لازم انا اتدخل، انا اعالج هذا الشيء عن طريق الفيجن ثيرابي. اوكي. في مدرسه ثالثه بتقول لك نو، هذا جود، كل شيء جيد، الاساس الستركتور هو جيد، والثاني اللي هي الفانكشنال مهمه، بس في شيء اسمه النيورو كوجنيتيف. ايش النيورو كوجنيتيف؟ انا لا، هذا الانسان من يوم ما هو في بطن امه وبلش يتكون النظام العصبي، وبالتالي بلش يتكون النظام البصري، كله عم بيتفاعل مع بعض. وهذا بس الانسان يولد بيتفاعل مع المحيط تبعه وبتكون الفيجوال سيستم تبعه، وكل المؤثرات اللي ممكن تاثر في تغيير هذا الفيجوال سيستم، وبالتالي لازم اخذها بعين الاعتبار. لما اضع خطه علاجيه لهذا الشيء لازم اخذ بعين الاعتبار كل التطور العصبي لهذا الانسان، مربوط بالدماغ، مربوط بالفيجوال سيستم، مربوط بالانظمه العصبيه الاخرى، مربوط بالحركه، مربوط بقوام الجسم، وكل شيء مربوط بالنظام السمعي وما الى ذلك. وبالتالي هذا مهم جدا. ليش بحكي هيك؟ بقول لك عشان احنا علمونا في الجامعه انه الضوء او الصوره بتدخل من العين بتروح للاوكسيبيتال لوب، الفيجوال كورتكس، هناك بتتم الرؤيه. لكن علميا هذا حكي مش دقيق 100%، عشان من هون أيوة. من هون هذه المعلومه بس تتفرع داخل الدماغ، تعطي معلومات لمناطق اخرى لها علاقه بالفيجوال سيستم، مربوطه بالفيجوال سيستم، وبناء عليها بناخذ قرارات. اوكي. برضه بضرب مثال. انا انت واقف بشارع وانت شايف سياره من بعيد، انت شفتها سياره بشكل جيد از فيجن، يعني نظرك 20/20، سواء كان لابس نظاره او مش تحتاج لابس نظاره، هذا از فيجن. لكن العينتين اخذت معلومات اخرى وارسلتها للدماغ، وصار في عندنا فيجوال بروسيسنج، صار في عندنا معالجه بصريه داخل الدماغ. انت عن طريق العينتين قدرت حجم السياره كبير صغير، عرفت اللون، قدرت ابعاد السياره قد ايش هي بعيد عنك، قدرت اتجاه السياره فين اتجاهها، عرفت عن طريق العينتين كده قدرت سرعه السياره. وبالتالي انت هون صار عندك معالجه بصريه داخل الدماغ، واخذت قرار بسرعه، اقطع الشارع او استنى. فالفيجن لحاله ما بيوصل عند الاوكسيبيتال لوب هون وخلص، بيتوزع وبيتفاعل مع مناطق اخرى في الدماغ، وبناخذ قرارات بناء عليه. دراسات علميه اثبتت انه 35 منطقه في الدماغ، 20 منها بشكل مباشر، عفوا 15 منها بشكل مباشر اعتقد، و20 بشكل غير مباشر، مربوطه بالفيجوال سيستم، توصل معلومات من الفيجوال سيستم مباشره. عندنا 305 كورتيكال باثويز ريليتد تو فيجن. عندنا الدماغ تبعنا بيستهلك طاقه، علميا ثبت ثلث، حتى تشوف قديش مهم جدا، ثلث الطاقه تاعت الدماغ رايحه للفيجوال سيستم، وبالتالي هذا شيء كبير جدا جدا جدا. وبالتالي الفيجوال سيستم السليم، اذا عندي فيجوال سيستم في اضطراب، في مشاكل، هيستهلك طاقه اكثر. وبالتالي هذا بين قوسين تفسير بعض الاطفال اللي بتشتت وبيسرح وما بيكمل وبيلتهي، عشان الفيجوال البرين تبعه بيتطلب طاقه اعلى من الثلث، وهذا شيء مرهق له، فاحسن حل الهروب. اوكي. زي ما حكيت 80% من المعلومات بتيجي عن طريق الفيجوال سيستم. هذا الموديل هو الوحيد اللي بيحاول يعالج كل شيء مع بعض. اوكي. هذا شيء عن طريق الفيجن ثيرابي، بس مش الفيجن ثيرابي لحالها، بنعالج الفيجوال سكيلز، بنضم اليها السنسوري موتور انتجريشن. اوكي. ندرس كل الوضع مع بعض، كيف الانتجريشن تبع الفيجوال سيستم مع الاوديتوري سيستم مع الفيستيبولار سيستم مع الحركه مع كل شيء، ونحط خطه علاجيه تتضمن كل هذا مع بعض. هذا اسمه الفيجن البيهافيرال اوبتومتري. اوكي. الثاني اللي حكينا عنه السكند موديل الفانكشنال هو الفيجن ثيرابي. عندنا باراميترز، عندنا فيجوال سكيلز، الى معايير علميا لازم نوصلها. اي انسان خارج هذه المعايير قد يسبب له مشاكل بالاكوموديشن،
بالكونفرجنس بالاي موفمنت زي ما حكينا. لكن عن طريق البيهافيرال اوبتومتري بنقدم خدمه اكبر ونعالج مشاكل اكثر. ايش هو الفيجن ثيرابي؟ الفيجن ثيرابي بيطور زي ما حكينا بعض المهارات البصريه، بتعالج الليزي اي، الكروس، الاسترابيزماس، السوبريشن، اذا عندنا مشاكل بالكونفرجنس، عندنا مشاكل بالدبل فيجن وما الى ذلك. مين بيحتاج الفيجن ثيرابي؟ كل هذول اللي انتم شايفينهم هلا حيجوكم. عن طريق الفيجن ثيرابي بنعالج الامبليوبيا، الديبلوبيا، الاي موفمنت ديس اوردرز، اي واحد من هذول الثلاثه، الاكوموديشن ديس اوردرز، الاسترابيزمس بعض الحالات، بري وبوست سيرجري. في حالات قبل العمليه لازم الدكتور يقيم الباينوكولار فيجن، عشان انه بعد العمليه اوقات، وهذا يمكن اللي بيشتغل في المستشفيات او في المراكز بيشوفوا هذا الشيء. في كثير يعني حالات، بيجي طفل عمره مثلا 9 سنين ولا 11 سنه ويكون عنده سكوينت، يكون عنده حول، وبيجري العمليه والحمد لله بصير العينتين مستقيمات والكل مبسوط، وننزل دعايه على الفيس وانستغرام قبل وبعد ومبسوطين انه العين صارت مستقيمه. هذا كان منظر جمالي. لكن از فانكشن، هل رجع في كونكشن بين العين؟ آه، هل رجع الفانكشن تبعت العين هذه اللي كانت عامله سكوينت؟ اذا كان فيها سوبريشن بعد العمليه بطل في سوبريشن، لغينا السوبريشن، صار عندنا فيوجن بعد العمليه ولا ما صار عندي فيوجن؟ فلا بد في بعض الحالات نعمل فيجن ثيرابي ما قبل العمليه حتى نمرن البرين، نطور الباينوكولار فيجن، واكيد بعد العمليه كمان. لكل هذه المشاكل كمان. طيب، كمان بالفيجن ثيرابي في عندنا شيء اسمه الفيجوال بروسيسنج ديس اوردر، لو يكون في اضطراب بالنظام البصري قد يؤثر على حالات صعوبات التعلم، بيأثر على بعض الحالات اي دي اتش دي، اي دي دي، بيأثر على الناس اللي عندهم اصابات في الدماغ، سواء كان حادث او جلطه وما الى ذلك، بصير في اضطراب بالنظام البصري. فهذول عن طريق الفيجن ثيرابي بنشتغل معاهم. سوري، لما يكون في اضطراب بين النظام البصري والنظام السمعي والنظام التوازني كمان ممكن نشتغل عليهم وما الى ذلك. بعض الحالات الاوتيزم، داون سيندروم، وتاخر في النمو كمان، اللي عن طريق الفيجن ثيرابي ممكن نساعدهم. ايش هو البيهافيرال اوبتيميتري؟ انه احنا ندرس الديفلوبمنت كلياته للفيجوال سيستم منذ حتى ما قبل الولاده، اوكي، وعلاقته فيما بعد بكل الانظمه اللي حكيت عنها. هلا حنشوف بشكل اوضح. احنا عندنا فيجن، حكينا عن فيجن، بعدين عندنا فيجوال سكيلز، مهارات بصريه، بعدين حكينا عن الفيجوال سيستم. هلا بدنا نحكي عن الفيجوال سيستم انتجريتد وذ ذا سنسوري موتور انتجريشن كلياته مع بعض. الانسان النظره تاعتنا احنا ما بننظر انه الفيجن شيء مستقل عن الجسم، شيء خارج عنه، حطيت له النظاره وشاف 20/20 انتهى الموضوع. نو، هذا مربوط كله، هذا جسم متحرك كله مع بعض. وبالتالي الانسان لما يكون عم بيمشي وعم بيتفرج وعم بيشوف في تفاعل بين النظام البصري والسمعي والعصبي والحركي، كله هذا مع بعض انتجريتد. وبالتالي لازم نحط خطه علاجيه، يكون في مشكله نحط الكل مع بعض وندمجهم كلهم مع بعض. ما بنتعامل مع الفيجوال سيستم انه شيء منفصل عن الجسم والنظام العصبي كلياته. ليش؟ لما بعد الولاده عفوا عندنا دماغ قسمين، صح؟ وعندنا المنطقه هذه هي الكوربوس كالوزيوم، هي اللي بتربط بين قسمين الدماغ. بالهومولاترال ستيج بسموها بعد الولاده، بكون كل شقه من الدماغ عم تشتغل لحالها، ما فيش تعاون، ما فيش ترابط، ما فيش انتجريشن، ما فيش نقل معلومات قوي بين قسمين الدماغ. فبكون الدماغ بعده مش ناضج، عن طريق الحركات المتكرره بيعملها الطفل بصير في كونكشن بين قسمين الدماغ، ببلش يتطور. اوكي، زي ما شفنا هون، هاي لما واحد لما يولد الخلايا العصبيه بالدماغ بتكون قليله، بعد الشهر بتزيد، 9 اشهر بتزيد، على سنتين، ولما يكبر بيكون في شبكه قويه جدا بالدماغ من الشبكه العصبيه. اللي بيهمني انا كابتوبيترست انه في المرحله هذه بتتطور عندي المونوكولار سكيلز بس. الفيجوال اكويتي، اكوموديشن، فلكسبيليتي اوف اكوموديشن، اعتقد احنا في اسمها فلكسبيليتي بيسموها بيسموها انتم نسيت، او فلكسبيليتي اكوموديشن، والاي موفمنت. اوكي، بهذه المرحله بتطور كل سيستم، كل جهه لحال، ما فيش ارتباط بينهم. لكن مع مرور الوقت بصير في الشبكه بين قسمين الدماغ بتتطور وبتكبر، بنوصل لمرحله اللي هي كونترالاترال ستيج. اوكي، والمرحله هذه اللي بيعززها، دي حطيت لها صوره عشان اعطيكم نقطة تهتموا فيها جدا، خاصة للأمهات واللي ممكن يكونوا أمهات قريبا واللي حيصيروا آباء قريبا، حيكون عندهم أطفال قريبا. الحبي ضروري جدا 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 جدا. عن طريق الحبي الطفل بيحرك ايده اليمين مع ركبته الشمال، رايت ليفت، فقسمين الدماغ بيكون في الكونكشن بين قسمين الدماغ قوي بيقوى. اوكي، رايت مع ليفت وليفت مع رايت، وهكذا وهكذا. اخطاء بعض الاهالي بحطوا لك في الكراجي ما بخليه يحبي، فهذا ما بيطور الكوردينيشن بين قسمين الدماغ. اوكي، انا از اوبتومتري بهمني انا بالمرحله هذه بتكون عندي الباينوكولار فيجن 3 دي وتبلش تحسن الكونفرجنس. هذا ضروري جدا جدا. اوكي، طيب، بعد هيك ببلش ينمو عندي انا البريفرنس، الدومينانس، ببلش يحدد
هو بياكل باليمين، بيطلع شمالي، لما يلعب كوره بشوت برجله اليمين برجله الشمال. العين الدوميننت، الاي دوميننت، اي واحد بيقرر دماغه، هو بيقرر. السمع اذا اعطيته سماعه يسمعها بحطها على اليمين بحطها على اليسار. هذا كل الدومينانس ببلش يتكون في المرحله هذه ويستقر. البادي سكيم، السباتشال ريفرنس، تقديره للابعاد للمسافات، وتقديره للاورينتيشن، وتقديره للدايركشن. كل هذا بلش يتطور في المرحله العمريه هاي. هذا بيهمني. ليش بيهمني انا؟ عشان لما يجيني طفل عنده مشاكل بالباينوكولار فيجن، اوكي، بالمرحله العمريه مبكره، اتوقع ان يكون عنده مشاكل في هذا الشيء، في هذه الارياس. اوكي، فانا لما اعمل خطه علاجيه بدي ادمجهم كلهم مع بعض، اطور كلهم مع بعض. اوكي، هذا مهم جدا. اذا صار في اضطراب بالفيجوال سيستم بصير عندي فيجوال بروسيسنج ديس اوردر. هذا الفيجوال بروسيسنج ديس اوردر بياثر على الحياه بشكل عام. اطفال لما يقرا حياه حركات عيوننا طبيعيه جامبينج، كلياتنا لما نقرا عيوننا بتعمل جامبينج، اسكان بيلعب بالانجلش من اليسار لليمين، واسكان بالعربي من اليمين لليسار. هذه حركه طبيعيه للعينتين. اوكي، لكن يكون في عندي اضطراب بالفيجوال سيستم بينط، بفشق. اوكي، طبعا هذا مش حركه، هون بيرجع. ممكن ينزل تحت السطر، ممكن يوصل لهون ما يكمل يروح لهناك. ممكن طفل هو وعم بيقرا يعمل سكيبنج، بينط. اوكي، الدماغ انتبه انه العينتين قفزت عن بعض الكلمات، فالدماغ بيأمر العينتين ارجع. لما يرجع، هذا بصير مع اطفال كثير، بياخذ معاه حرف شافه بعيونه، بياخذه معاه بحطه في فصل كلمه جديده. ففي امهات تقول لك طب انا ابني لما يكتب الكلمه هذه من فين جاب حرف اضاف؟ هذه الكلمه ما فيهاش الحرف هذا. او لما يكتب مثلا جمله، اخذ معاه كلمه حطها في وسط الجمله ملاش موقع من الاعراب وما الى ذلك. اوكي، كمان ايش بيصير معاهم؟ ممكن يقلب لما يرجع عكسي، بيقلب الاحرف. في اطفال بتعمل آه، ما بتفرقش بين البي والكيو، البي والدي. زي هون هذا الطفل كاتب لي الخمسه، شو كاتبين الخمسه، شو كاتب السته، شو كاتب الثلاث. اوكي، هذا الطفل شوف ما في حافظ على اللاين، داخل كله مع بعض. كله له علاقه بالفيجوال بروسيسنج، في مشاكل بالفيجوال بروسيسنج. ايش ممكن كمان ياثر؟ انه هذا الانسان شوي كلامسي، هذا الانسان اللي بيمشي بيحتك، هذا اللي في العيله معروف دائما بضرب الابواب، بيحتك في الحفظ بالطاولات، اللي لما يصب بكب برا دائما غير، ما عندوش الدقه. في اطفال تتاخر كثير تعلم ربط الرباط. هذا كله احنا بندرسه مع بعض، بنحطه مع بعض، ما بنهمل ولا اي شيء من هذا. كله احنا له علاقه في بعض، ندرسه مع بعض. اوكي، في اطفال عندها مشكله بتخيل الاشكال الهندسيه اللي لها دبس، الاسطوانات، المكعبات. في اطفال يسالوا الاهالي، في اطفال لك ابني ما بحب الرياضه. بقول لك لا بحب الرياضات، بروح على الجيم وبيعمل مش عارف ايش الرياضات الفرديه. اما اعطيه رياضات جماعيه، ما بحب الرياضات الجماعيه. فمنهم بس يعمل الرياضات الجماعيه بصير في زي هذا الطفل ما بيعرف يقدر فين الكره جاي. اوكي، هذا اللي في كلنا لعبنا كوره احنا وصغار، كان في دائما واحد اللي يشوط الهواء وما الى ذلك. اوكي، حتى على مستوى سواقه السياره الكل بيسوق تقريبا وبيعرف انه في ناس حاطينها خط ابيض خط ابيض، وهذا المسرب تبعك. في ناس ما بتعرف تتحافظ على المسرب تبعها. اوكي، احنا بنحكي ما بيعرف يتموضع. اوكي، انه يحط نفسه في هذا الخط هذا الخط وانا في الوسط، ما بيعرف يحافظ. كله علاقه بالفيجوال سيستم. في ناس ما بتعرف تصف السياره او تقدر انه والله بين هذه الفتحه وهذه الفتحه سيارتي بتوسع ولا ما بتوسع، فيني اجيبها ولا ما بجيبها. هذا اللي بشك دائما، وعنده عدم تقدير المسافات والابعاد. في ناس ما بتعرف تصف لورا، ريفيرس، يعني تضلها تلف حد ما تلاقي فتحه كبيره وتدخل السياره. لما هذا كله له علاقه بالفيجوال سيستم. اوكي، وهذا كله بيتعالج ان شاء الله. ده اجي للكيسز. في عندنا تو كيسز، ما بعرف اخذت انا وقت كثير ولا لا. جيد، اوكي. عندنا تو كيسز نحكي عنهم. الكيس الاول كيس ليث. هذا ليث اجانا عمره 12 سنه، عنده امبليوب، اكتشف ابوه فجاه بالعمر هذا، ما عمره عملوا فحص نظر. عمره 12 سنه اكتشفوا انه عنده امبليوبا بالليفت اي، باي اكزيال لينف، العين الشمال اكبر من العين اليمين، وبالتالي سببت له قصر نظر عالي. اوكي، وجد انه العين اليمين بلانو والعين الشمال ناقص 8 مع ناقص 2 عنده. هذا تقرير الدكتور. الدكتور نصح انه يحط لازم يحط كونتاكت لينسز. اوكي، ونعمل باتشنج 6 ساعات. ايش رايكم؟ باتشنج 6 ساعات جيد، حل جيد للدكتور اللي حطه هذا، انه كونتاكت لينسز عشان الانيسيوميتروبيا والانيسيكونيا، والباتشنج 6 ساعات. حل جيد رايكم؟ نو كومنت. مش شايف حدا عم بيحكي شيء. يعطيك العافيه دكتور خالد. لين هذا حل آه، جيد. زياد حداد اخصائي بصريات. هلا الحل تغطيه العين 6 ساعات ممكن تجيب نتيجه، والكونتاكت لينس افضل خيار لانه انت ما بتقدر انك تعطيه كلاسز مثلا. جود. لانه كمان راح يصير في عندنا مشكله بالفرق بين العينتين، راح يسبب مشكله اكبر من صحيح، هيك. صحيح. تمام.
تمام اعتقد في اخوه بيفكروا زي هيك. تمام اوكي، هذا حل تقليدي. اوكي، لكن تعال نكون واقعيين. اوكي، ونعطي حل منطقي وواقعي والناس تطبقها. هذا ولد عمره 12 سنه، يعني 12 سنه يمكن يكون صف سادس سابع. 6 ساعات مش كثير؟ هذا لما يرجع من المدرسه الساعه 3 ونص تقريبا يوصل على البيت. اذا بده يغطي العين هاي 6 ساعات خلاص بعدين بده يروح ينام. انت عارف انه، ما بعرف اذا بتعرفوا المعلومه هذه، بالعين الوحده هاي، بالعين الليفت اي، هو مغطي اليمين لاي مسافه بيشوف، اقسم 1 على 8، وبالتالي يا دوب بيشوف على 10 سم. كيف بده يعمل الهومورك، كيف بده يدرس، كيف بده يعمل حياته الطبيعيه بال بالعين، حتى لو حطينا له كونتاكت لينسز؟ صعب جدا، صعب جدا. هذا مطلب مش واقعي. عمره 12 سنه، اذا بده يغطي عينه 12 ساعه ما حيجيب نتيجه. المهم والده يعني ما خلى مركز، ممكن يغطي اقل، ممكن. والده ما خلى مركز، وفي النهايه وصلنا. اوكي. تقرير الدكتور بيحكي انه هذا تكمله التقرير، ما في عنده مشاكل عائليه، ما في عنده مشاكل. هلا القاعده الاولى عندي انا انه انا بدي اقيم، لازم انا اقيم. هذا اول شيء لازم اعمله حتى استخلص معلومات اخرى. هذا ما بيعطيني معلومات كافيه، ما بيعطيني عن، اكيد هون عندي سوبريشن، صحيح، اكيد عندي سوبريشن. كيف وضع ال 3 دي فيجن الاستروبسيس، كيف وضع السيمولتينيوس بيرسبشن، في عندنا هون فوريا في الموضوع داخلي ولا ما فيش فوريا؟ هذا كله لازم احنا نبحث عنه وندور، نحط خطه على جي تشمل كل شيء. هذا انا كنت واضح مع ابوه. اوكي، عشان الاب جاي عندك هو همه انه هذا الولد عينه هذه ليزي اي، وانا بدي احل المشكله هذه الليزي اي، وانا لازم اوسع له افاقه واحكي له اوكي تعال شوف. العين اليمين بلانو، العين الشمال طلع معي انا بشوف 0.25 على القيس. اوكي، هذا شيء بحب اشرحه شوي، معلش اسمحوا لي. انا بحب دائما احط في العياده عندي المسافه بين الكرسي والشارت تقريبا 6 متر. علميا احنا علمونا هيك، واحنا على النظام اللي علمونا عليه لازم يكون 6 متر. اقل من هيك حتى لو حطيت مرايات وما مرايات ممكن يكون في تدخل للاكوموديشن. بغض النظر، انا بحب الارقام. الارقام تعطيك زوايا 9 6 7 4 3، هذه كلها زوايا، وبالتالي القيس فوق تحت يمين شمال عندك 4 احتمالات، وبالتالي من باب من علم الاحصاء انه يتحذر 1 من 4 اسهل عليه يتحذر 1 من 9 1 من 10. فانا بحب الارقام، لكن لما هذا الانسان ما يقدر يقرا عن طريق الارقام نلجا الى القيس، فهذا ما بالارقام ما قرا ولا شيء. اوكي، فاتجهنا للقيس. بالقيس بشوف 25%. انا دائما بحب اسهل على الناس، فتعودت نحكي بالنسبه المئويه. ممكن. اوكي. بحب اسهل على الناس. انت لما تيجي واحد تقول له والله انت نظرك 6 على 24، طب شو يعني 6 على 24؟ يعني ده كيف انا بدي افهمها؟ مش كل الناس يعني ممكن تحسبها حسابيا. خلاص انت نظرك 10%، 20%، 15%، 30%، ده كل العالم قابل انها تفهم. بحب هذا الاسلوب. المهم، فنظره 25% بالعين الشمال. ما في عنده كفر تيست اورثو، ما عنده سيمولتينيوس بيرسبشن، عنده سبريشن ليفت اي، لكن عنده فيوجن ما قال كل شيء اقل من المتر. عنده فيوجن. معناته انا بدي اوصل لنقطه. الدماغ تبعه بيعمل فيوجن، بتقبل العين الشمال مع اليمين كل شيء اقل من متر. اوكي، هذا مهم، انا بالنسبه لي مهم جدا. ليش؟ عندي قاعده ابني عليها وانطلق منها. عندي في منطقه الدماغ عم بيستخدم العينتين، هون ما في سبريشن، وبالتالي ممكن اشتغل عليها. اوكي، ال 3 ديفيجن 400. طيب دياجنوز تبعنا انه عنده ليفت امبلوبيا، ما عندوش فيوجن، فيري باد 3 دي فيجن. الحل اللي احنا بلشنا فيه، قلنا له بدنا فيجن ثيرابي، وفهمت الاب انه احنا ما حنشتغل على الفيجن بس، لازم نحسن الفيوجن، لازم نحسن ال 3 دي فيجن، لازم نحسن كل المهارات البصريه اللي لها علاقه مرتبطه في بعض. اوكي، بعدين الكونتاكت لينس ستوريك، انا عندي هون 1.75 او 2 يعني نفس الشيء. ليش انا اهملها واعطيه مثلا عدسات لاصقه ناقص 9 هذه مع هذه، والفيجن مش بدي اعطيه اكبر قدر ممكن من الفيجن. اوكي، فيجن ثيرابي. هلا هذه يعني مضحك مبكي يعني في الموضوع. الاب كان دائما من وراي يتابع عند الدكتور تبعه عشان يعرف انه احنا ماشيين صح مش ماشيين صح، فما كان يخبرني 100%. يعني كنا نشتغل والاب اشتغلنا، طبعا الشغلات بتاخذ وقت. اشتغلنا يا سيدي ما يقارب ال10 اشهر. بعد ال10 اشهر هي عندكم هون العين الشمال. هلا السوبرشن عندي انا الفيوجن توسع من 1 متر ل 5 متر. هلا كل شيء مسافته 5 متر صار عنده فيوجن. الفيجن بالريفت اي صار 0.7، كان 0.25 هلا 0.7، برضه بالاي مع الكونتاكت لينسز which is good، في تحسن. وال 3 دي فيجن من 400 صار الى 100. اوكي. حتى مره من المرات بقول لي ابوه لاحظنا في شيء غريب. قلت لهم ايش هو؟ قال والله خطه متحسن. شايفين هذا كله مربوط بعض. قلت له هذا احنا اللي فهمتك عليه من اول يوم، احنا ما هنشتغل على الفيجن بس، هنشتغل على كل البارامترز هذول، كل الفيجوال بروسيسنج تبعه. ال ال 10 اشهر طبعا هذه بتاخذ وقت. بعد ال10 اشهر ما كمل. هذا بيرجع للاب. اوكي، فلما سالته ليش بدكش تكمل؟ قال والله احنا بنراجع الدكتور تبعه
قالنا مش قلت لكم غطوا 6 ساعات؟ شايفين كيف تحسن؟ فخلص. اوكي. على فكره لو غطينا 6 ساعات و10 ساعات وحتى لو تحسن النظر بهاي العين، انا ايش بيضمن لي انه العينتين يندمجوا مع بعض؟ انا ايش يضمن لي انه الفيوجن يرجع؟ انا ايش يضمن لي انه 3 دي يتحسن؟ لما نتعامل احنا بالباتشنج ونغطي عين عشان تتحسن العين الثانيه، احنا عم نشتغل مونوكولار فيجن بس، احنا عم نغطي واحده نقول له يلا اشتغل. تحسنت العين هذه، اوكي تحسنت، لكن ايش يضمن لي انه التنتين حيصير فيهم فيوجن؟ ايش يضمن لي انه حيتحسن 3 دي فيجن؟ الكوردينيشن بين العينتين ايش يضمن حيتحسن؟ ايش بيضمن لي انه الدماغ حيتقبل العين هذه بس تحسنت الرؤيه؟ اوكي. ولهذا السبب في كثير حالات اللي بيشتغلوا بمستشفيات ومراكز عيون بيعرفوا انه لما في بعض الحالات لما يعملوا عمليات حول، بعد فتره الحول بيرجع. ليش؟ عشان الدماغ مش متقبل العين هذه. ما بيكفي انه منظر جمالي حطيت لي اياها ستريت ومنظرها حلو، لكن الدماغ مش متقبل العين هذه، بعد فتره رجع طلعت عشان مش متقبلها. فكله عن طريق الدماغ، لازم نشتغل عن طريق الدماغ. نيجي للكيس تبع سهى، البنت سهى، هذا من اغرب الكيسز اللي مرت علي، وبصراحه اخذ معنا سنوات. زي ما حكينا كان عندها ايزوتروبيا وعملت العمليه، وبعد فتره صار عندها اكزو الترنت اكزوتروبيا، وهذا تقرير الدكتور والقاعده اللي حكيت عنها قبل برجع لها. انا هذا الشيء ممتاز على عيني وعلى راسي، لكن انا لازم اقيم. انا ايش بعرف ان الحق صحيح؟ انا مش شايف انه منطقي انسان إنه عنده زائد 1.5 مع ناقص 2 من غير بريسكربشن يشوف 0.8 0.9. ممكن، ما بعرف، بس انه يعني خلينا نشوف. طيب يلا اوكي خلينا نشوف. الفحص طبعا هذا تقرير الدكتور. لما فحصنا انا بكتب هون، يعني بتاثر كتير بالاسباني فاسهل عليك، بس بكتب سن يعني ويز اوت، وكون يعني ويز. اوكي. لما فحصت انا البنت بتشوف من غير 55% بالعين اليمين و50% بالعين الشمال. لما حطيت لها البريسكربشن شافت 0.75 0.65، وبالتالي تاخذ النظاره ولا ما تاخذ النظاره؟ ايش رايكم؟ يلا اسمع هي منكم جواب. هي المفروض تنعطى فول كوركشن لحتى اتاكد انها اكوموديتيف ايزوتروبيا، عشان اتاكد انه راح تختفي السكوينت مع الكلاسز. ولا عندها اكزو؟ اكزو، سوري. هلا لا صار طبعا عندها اكزو. بضطر اعطي اندر كوركشن او حاول يعني ما اعطيش، لانه بينها اكزو في بلس صعب ايوه شوي. عشان هيك الدكتور ما اعطاها لا روحي من غير نظارات عشان لا بس اعطاها. بعطي اندر كوركشن، بس ما بقدر ما الغي النظاره لانه في استجماتيزم كمان بالموضوع. ممكن يعطي لها استجماتيزم لحاله مثلا، ويتفادى البلس عشان الاكزو، صح؟ وارد، بس ما يشيل البلس مثلا، ما بشيله، ما بلغيه كامله. وحيزيد الاكزو. اذا اعطيت تقريبا اذا اعطيت البلس منيح، لا ممكن يزيد الاكزو اشوفه بشكل واضح. او ممكن يزيد الاكزو، وبالتالي نفس الشيء. طيب قيمنا لان عندها ليزي اي، عندها سوبريشن ليفت اي من القريب، بينما من البعيد ما عندها سوبريشن. عندها انترميتنت فيوجن من البعيد، يعني في شويه فيوجن انترميتنت. اوكي. الستيريو تبعها 200 الترنت اكزوتروبيا. وعندنا بور اي موفمنت، حركات العين، وبالتالي احنا شايفينها العين بتطلع صح اكزو، وبالتالي هون كل الشيء علاقه بالاي موفمنت حيكون في خلل، حيكون في مشاكل. اللي بيهمني انا في هذا الموضوع هذا ايش مأثر على حياتها. برجع بفكر تفكير الشامل، ما بفكر انه انا عندي هيك بدي احل هيك اعطي نظاره اعطي كونتاكت لينسز وانتهى الموضوع. هذا اللي عندها ايش عم ياثر على حياتها. هذه البنت عينها بتلف، لما تمشي بتمشي بشكل اعوج، تخبط بالاشياء. عندها very bad hand eye coordination، very bad balancing. لما تقرا بتضيع وين كانت، بتضطر تحط اصبعها او شيء تقول لها وين عم تقرا. وهذا انا بهمني، هذا بهمني بالبيهافيرال اوبتومتري، عشان هذا كله مسبب لي هذا. فانا اذا عالجت هذا الشيء بالاضافه اعمل خطه علاجيه احسن كل هذه الاشياء مع بعض. اوكي. هذا النظره الشموليه اللي بنحكي عنها. طيب اشتغلنا مع معاها مع سهى. هيك كانت، شوفوا كيف العين الليفت اكزو، هون عم تطلع على الموبايل العين الليفت اكزو، شايفين؟ اشتغلنا معاها. سهى قعدت معنا ما يقارب 4 سنوات ونصف نشتغل، يجوا كل اسبوع. مش من السهل انك تقنع الاهالي انه يستمروا بالتمارين 4 سنوات 4 سنوات ونصف ويدفعوا طبعا، ومش سهل انه الاهالي يتكلفوا يجوا كل اسبوع كل اسبوع كل اسبوع كل اسبوع بالاضافه لتمارين البيت. هذا لا، بس صراحه يعني لاهاليها نرفع لهم القبعه عشان ما استسلموا والحمد لله وتابعوا للنهايه. هذا كان الوضع تبعنا الحمد لله. بس اشتغلنا هذا اثناء التمارين، هي عندنا عم تحاول تستقيم. اوكي. صار عندها كونفرجنس، الاكزو تقريبا عم بيروح، ما حيروح نهائيا، حيضل في تاثيرات لكنه ممكن نسيطر عليه، يكون في عندها جود كنترول. وهذه وياها شايف اياها يعني عيونها كيف صاروا عم بيركزوا في المنطقه الوسطى، بطلت تطلع العين الشمال. اوكي. هذا اللي بيهمني انا، انه عالجنا كل شيء بالفيجن ثيرابي بالهاجا اوبتومتري. صار عندها العين اليمين بتشوف 6 على 6، العين الشمال 95%. صار عندها فيوجن من قريب ومن بعيد، الاستيريو اللي كان 200 صار 50، وبالتالي تحسنت المشي. وهذا اللي بيهمني، ما بنركز على الشغلات اللي احنا تعلمناها فقط. بيهمني هذا كإنسان حيكبر، حيدخل الحياة. هذه البنت حتكبر، حتتعلم في الجامعة، بكره حتسوق سيارة، وما بيهمني كإنسان المستقبل تبعها.
اوكي، صار عندها جود اي موفمنت، صارت تقرا من غير ما تفشل، صار خطها مستقيم، صار تمشي مستقيم، صار تلعب العاب كانت تهرب، كانت تخاف من الكره، كان بس ترميها الكره تعمل هيك. هلا ليه تعمل هيك؟ لانه فيري باد 3 دي فيجن، تقدير المسافات والابعاد. اوكي، هلا صارت تلعب معك الكره، تاخذ الكره وتستلمها وما الى ذلك. بهدول الكيسز اتمنى يعني نكون وضحنا ايش طريقه طريق النظاره اللي زي ما طلع مع الدكتور اخر شيء، هي يعني ما غيرنا درجات، سوري، هي هذه. اوكي، ما طلعنا عنها. اوكي، هي الدرجات. اوكي، لكن اعطيتها البلس فل، اعطيتها البلس عشان يشتغل على على الاكزو. اوكي، بدي اياها تشوف اعلى نسبه رؤيه ممكنه. اوكي، عشان هيك ما بقول والله نو 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 ما بعطيها بلس عشان الاكزو، نو انا هشتغل على الاكزو، انا هعالج الاكزوفوريا، وبعطيها بلس عشان بدي الفيجوال اكويتي يكون اعلى ما يمكن. الحمد لله هذا حصلنا عليه، الفيجوال اكويتي، وحصلنا على الاكزوروبيا. ضل في شوي طبعا، حيضل، لكن تحسنت كثير. اتمنى نكون عن طريق المحاضره هذه ما اخذنا منكم وقت كثير. اتمنى تكون عجبتكم، واللي بيعلم كيف تشوف عم بيعلمك كيف تعيش. هذا مهم. المهم الفكره اللي بوصلكم اياها في النهايه، ما تنظروا هلا بنرجع ما تنظروا لان الفيجن شيء مستقل عن الجسم. بدنا نرجع في سؤال، نرجع للكيس الاول. تفضل، ايش السؤال؟ في ناس نرجع للكيس الاول، في سؤال؟ العمر 12 المتوقع نعالج امبليوبيا، هذا موضوع ثاني، بدكم نعمل لكم محاضره ثانيه. يا حبيبي الامبليوبيا تتعالج حتى في الاربعينات، طبعا اقل فرصه، لكن تعالج بال 30 وبال 20 وبال 40. واللي حكى لك ما بيتعالج معلش، هذا ما وجدنا عليه اباءنا. لا، النظريه العلميه الحديثه حاليا بتقول لك انه في شيء اسمه يعني برين فلكسبيليتي او بلاستيسيتي. فلا بيتعالج ان شاء الله، بحط. لكن نفس الشيء ما نفكر بالليزي اي، واحد عمره 30 25 27 بس عنده امبليوبيا وانتهى الموضوع. لا، بدي افكر انه عنده شغلات ثانيه مربوطه فيها اثرت عليه، فنحط خطه علاجيه، نشوف كيف عنده الفيوجن، كيف عنده ال 3 دي، كيف عنده الكونفرجنس، كيف عنده الاي موفمنت، ونحط خطه علاجيه ونحكي له اوكي انا بدي احاول اعالج لك الامبليوبيا. يمكن ما اوصل 2020، يمكن اوصل 0.8 0.7 0.65، فرض عندك اياها 0.4، ممكن نوصل لل 0.65 مثلا. لكن بدي احسن لك ال 3 دي فيجن، بدي احسن لك الكونفرجنس، بدي احسن لك الاي موفمنت. وبالتالي كان واحد يجيني من الرمثا، اللي بيعرف الاردن الرمثا تقريبا في الشمال قريب الحدود السوريه، كان يجيني واحد من الرمثا عنده مشاكل كثير، عنده سكوينت وعنده، فكنا نشتغل يعني نعمل تمارين وما الى ذلك. ما تحسن هذيك المعايير اللي هي معايير كبيره جدا. لكن بس واحد حكى لي، قال لي انا بحس حالي لما اسوق السياره صرت احسن، انا في قياده السياره صرت احسن. هو بلش يحس بحاله. اوكي، شكرا لكم. ان شاء الله تكون عجبتكم. اذا في اسئله بنرد عليها ان شاء الله. نفوت على الاسئله. شكرا جزيلا دكتور. العفو العفو. قدمت لنا صراحة معلومات قيمة وممتعة شديد. هرجع لك على الكومنتات وأبدأ لك من أوائل الأسئلة. يلا تفضل. في أول كومنت كان دكتور زياد قال لك إنه ليه الدكتور أو أخصائي العيون هو اللي يقيم الحالة ما أخصائي البصريات. يعني ما بعرف، هذا الاهالي وين راحوا، المركز اللي راحوا عليه فقيموا دكتور العيون يعني. وهذا التقرير عاده بطلب تقرير لما يجوني، عاده بطلب منهم تقرير. اوكي، ليش تقرير؟ عشان انا بعرف اذا هذا الانسان عنده امبليوبيا بسبب عضوي في العين، وبالتالي اذا عنده كيراتوكونس، اذا فرضا يعني اذا عنده مشكله في العصب البصري، اذا عنده مشكله في اي شيء اخر، انا ما بنعمل المستحيل. فاذا كان ممكن يتعالج، ممكن اذا في عنده مشاكل اخرى اورجانيك، يعني شغله مشاكل في العين، امراض في الشبكيه، امراض في العصب البصري، طبعا لا ما فينا. عشان هيك لازم نحن نطلب تقرير دكتور العيون، نطمن انه العين كعضو سليمه ما فيها اي مشكله يعني مرضيه. اوكي. الدكتورة هنا شاركت كيس معاها إنه عندها مريض كان عمره 55 سنة، عنده حول ويتصلح الشكل، بس المريض كان بيشتكي من صداع شديد وازدواجية في الرؤية، وبعد سنة رجع ثاني الحول يظهر. ليش؟ عشان انه ما في فيوجن. حاول لما تحسن السكوينت، يعني انا عندي العين هذه هيك، وعندي العين ثانيه لبرا. اوكي، عملنا عمليه او ايش ما كان او تمارين اوكي، وتحسنت زاويه العين. اوكي، هلا العين هذه صارت بطل في سكوينت، فصارت توصل صوره من العين هذه للدماغ. قبل ما كانت توصل من صوره للدماغ من العين هذه، عشان اوف كانت برا، يعني الدماغ يرفضك عمليه سوبريشن. لما تحسنت العين هذه صارت توصل صورتين للدماغ. اوكي، وبالتالي الدماغ صار عنده مشكله الان. المشكله انه بدي ادمج بين الصورتين، وانا صار لي سنين ما اعمل فيوجن، ما حدا دربني انه اعمل فيوجن، وبالتالي انا مش متعود اعمل فيوجن. بدك تدرب الدماغ، تعمل له تريننج حتى يعمل فيوجن، حتى يدمج الصور.
اوكي، حتى يتقبل العين هذه اللي عملنا عليها العمليه. فصار في دبل فيجن، وامام الدبل فيجن دماغ دور على الحل السهل، السهل اوت مره ثانيه، عشان هيك رجع السكوت مره ثانيه. ايوه دكتوره سنة بتسال عن درجه النظاره اللي انت وصفتها. يا دكتوره سنة، يا ريت توضح لنا قصدك اي كيس. ما سمعت عفوا، الا انا يمكن جاوبتها، حتطلع على الكيس الثاني صحيح؟ هي ما محدده اي كيس، بس غالبا الكيس كانت الثاني مع حكيت لها، حطينا ما غيرنا في الدرجات اللي طلعت مع الدكتور، حطيناها البلس مع الاستجماتيزم، بس اشتغلنا البلس ليش؟ انا بدي اياها اعلى قدره ممكن تحصل على الفيجوال اكويتي، اكبر فرصه، وبس كوني حاشتغل على الاكزو فما بيهمني انه النظاره تزيد الاكزو، عشان انا حاشتغل على الاكزو. اوكي، ايوه. اعالج الاكزو. دكتوره سابا بتسال عن انه العمر 12 هل متوقع اصلا نعالج الامبليوبيا؟ رديت على، قلت حتى اكبر من هيك، حتى بالعشرينات، وفي بعض الدراسات العلميه موجوده على النت اللي بدور عليها بتطلع له يعني. اوكي، تقريبا لعمر ال 40 تحسن الامبليوبيا. في دكتوره آية بتستأذنك انها بنتها عندها استجماتيز او نستاغمس، عايزه تستفسر عن حالتها. النستاجمس. طيب، هي عايزه تستفسر عن الحاله، فقصدها تتواصل معك غالبا. ان شاء الله ان شاء الله من عيوني. اوكي. في دكتوره آمنة بتسال عن عدد ممكن الساعات. أسأل هنا عادي يا دكتور، أنا ما أعرف، معلش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال دكتور خالد؟ سعيدين بمشاركتك اهلا معنا. وسهلا، اهلا، بتشرفوني عليه. ممكن أستفسر عن الحالة هنا؟ تفضلي. طيب أنا عندي بنتي ظهر لها نستاغمس وهي عمرها 3 شهور. اوكي، الحمد لله ريفراكشن كويس، الفيجن كان 6/9 في البداية، هسه بقى أوكي. 6/12، الآن عمرها 6 سنوات. اوكي، 6/12 بقى يعني. فوديتها الدكاترة في السودان. كان أول عمرها من بدأ ما عندها اداها بلس 1، بس قال لي زيادة التركيز، ما أعرف ليه بالضبط. ثاني ليه؟ بعد بلس 1 لبست في البداية. اوكي، بلس 1 بوث ايس. بوث ايس. اوكي، بعدين بعد تقريبا عمرها كان بقى 4 سنة لبسنا الريفراكشن يعني بتاع كان سلندر بسيط ماينس 0.75 في البوث ايس في صار عندها 100%. قصر ولا استجماتيزم تقصدي؟ الاستجماتيزم 0.5 بس. والبلس شالو ولا ضل؟ البلس شالو وديناها اداها 3 بريزم اوكي، عشان تحسن. قال عشان التلتنج بتاع الهيد. اوكي، ما في تحسن، بس كانت الحالة مستقرة يعني، عشان التلتنج هو فعلا كان بيخف شوية بالبريزم. ممكن يخف شوي بالبريزم. يعني هو بريزم يعني الموضوع كل عين النستاجمس. كل عين 3 بريزم 3 بريزم. اوكي، خلاص. اوكي الان جيت وديتها هنا دكتور في السعودية، قال لي ما في داعي تلبس ولا نظارة ولا بريزم ولا شيء، ما تدخلي نفسك في بريزم وما ادري ايش، فخليتها. هل في علاج للحالة دي ولا لا؟ والنستاجمس مش يعني علاج نهائي، ما في تحسين الحال يعني. اول شيء ممكن النظارات في بعض الحالات، انت كأم يعني شوفي اذا بالنظاره بخف شوي النستاجمس انا بعطيها، ليش ما اعطيهاش؟ اذا فرضا لعبت بالاضاءه، يعني احط لها لون فلتر او شيء، قد تتحسن في اضاءه معينه، ممكن تزيد الحاله او تقل الحاله، لازم ادرس الوضع. آه، في بعض الحالات بقول لك انه عنده نستاجمس عشان هو مش عارف وين يحط عينه، فبتضل ضلها تتحرك، مش عارف يعني الفيكسيشن بالضبط وين هي. اوكي، فضلها تدور، ومسألة مثلا عصبيه يعني، حل نهائي ما في حاليا، بس بنحاول احنا بكل الطرق نحاول نحسن الوضعيه يعني. اوكي، اوكي اللي حكيت عليه. سلام يا رب. تسلم، شكرا. علينا. طيب يا دكتور، مشكور يا دكتور، ياسين انت مشكور يا دكتور على المحاضرة الرائعة، جزاك الله خير. بس عندي يعني في حالات روتينية بتجيني تقريبا يوميا، اللي هي حالات الارتفيشال مايوبيا، اللي هي الريفراكشن بيجينا هاي في الاوتوفوكتومتر، الفيجنس مع الحالة دي. قصدك سودوميوبيا؟ نعم، سودو مايوبيا. سودوميوبيا، اوكي. طيب ايش السؤال؟ هل في اكسرسايز معينة او فيجن ثيرابي معينة للحالات السودو؟ شوف، الموضوع الميوبيا على احنا دخلنا في عالم الميوبيا مانجمنت، صح؟ ولا في حيصير حديث عنه كثير؟ هي ليش حيصير عنه هي حديث؟ الاسبازم اوف اكوموديشن. يا بس انا خلينا ندخل في الموضوع شوي، معلش، بدي اتفرع شوي انا، استغل الفرصه. اوكي، في عالم الميوبيا مانجمنت هذا الموضوع اللي حنسمع عنه كثير. ليش؟ عشان في شركات وراء، مش بنفع انه ضدها، ما تفهموني غلط، بس عشان في شركات ضخمه وراء، في عندها اجهزه، في عندها عدسات بدها تبيعها، وبالتالي لازم هلا نعمل الابحاث العلميه والمؤتمرات دائما تركز على الميوبيا مانجمنت. اوكي، بدنا نرجع للي حكينا عنه في المحاضره، انه الكونسبت اوف فيجن. اذا انا من الموديل الاول اللي هو ستراكشرال الكلاسيك، ميوبيا عندي معناتها العين كبرت، وهذا وشغله جينيتك وخلاص، وبالتالي ما في حل، نلجا للعدسات هاي الكنترول ميوبيا وما الى ذلك. اوكي، اذا انا من المدرسه الثالثه اللي هي الكوجنيتيف، لا، انا في عندي كونديشنز عم بتاثر على الميوبيا. مثلا انا عندي السبازم اوف اكوموديشن، الساعات الطويله اللي بياخذوها الاطفال على التليفونات عم بتسبب انه تقل الالاستيسيتي تبعت العدسه تبعت العين، صح؟ اللينس
وبالتالي بتضلها اكثر محدبه وما بترجع فليكسبل زي اول، وبالتالي عم بتسبب لي قصر النظر. وبالتالي ممكن ادمج انا بين الاثنين، الميوبيا مانجمنت مع تمارين لتخفيف تعمل ريلاكزيشن يعني لللينس. وبالتالي النظر من بعيد، تقليل الساعات من قريب، والفليبرز سامعين فيهم فليبرز بلس ماينس بلس ماينس بلس ماينس. او بلاش، اعطيك حل سهل، تاخذ تكست قريب وتكست بعيد، تقرا قريب بعيد قريب بعيد قريب بعيد قريب بعيد. هذا بيحسن الفلكسبيليتي لللينس. اوكي، ممكن السبازم يخف بهذه الطريقه. وعن طريق الفيجن ثيرابي عندنا تكنيك اخر يعني زيهم، بس عندنا تولز اكثر يعني ممكن نستخدمها، لكن باشياء بدائيه زي هيك ممكن ان شاء الله. شكرا. العفو. طيب الدكتور المجاهد بيسأل الفرق شنو بين البيهيفير اوبتومتري والنيرو اوبتومتري؟ هل ممكن نقول البيهيفير فور بيدياتريك والنيرو فور جيرياتريك؟ لا، النيورو اوبتومتري بتدرس الاوبتومتريه من الناحيه العصبيه، اوكي، لكن البيهيفيرال تربطها من يوم ما ولد الانسان او ما قبل ولادته، والريليشن، العلاقه اللي بين الفيجوال سيستم مع الاوديتوري سيستم مع الفيستيبولار سيستم. مش للاطفال، انا بيجوني كبار بالاربعينات واكبر. انا جاني دكتور اسنان في الاردن، جايب عشان بنته صغيره عندها سكوينت، اساس انه نعملها فيجن ثيرابي. قال لي يلا خليني اشوف انا، هو باخدي سكوينت منه يعني، هو عنده شويه اكزو بالوراثه. اوكي، فلما شاف انه عنده مشاكل واعترف انه عنده مشاكل، صار هو يجي يعمل فيجن ثيرابي، وتحسن عنده الاكزو، تحسن ال 3 دي كوردينيشن، الهاند اي موفمنت، كل هذا بتاثر. لا، حتى للكبار مش للصغار بس. اوكي. دكتورة منى بتسأل انه عندها حالة عمرها 20 سنة، الرايت اي ماينس 7 مع ماينس 2 في 1800، الليفت اي بلانو. قالت احطوها نظارة ماينس 1.5 دايبيتر. ليش لكن نظارة حماية 1.5. طبعا حرام عشان نقول له خلاص انه هذه عينك نسيها. اوكي، هذا حكي ما بيصير. لا، هذه حاله يعني 20 سنه ممكن تعمل فيجن ثيرابي، ممكن ننصحها بكونتاكت لينسز، وتعمل باتشنجز، بتقدر تغطي عينها ساعات بتقدر عليها، على اساس انه تحسن الفيجن بالعين الامبلوبيك اي. لكن اذا تحسن الفيجن بالامبلوبيك اي ما عملنا بعدين دربنا دماغ انه يتقبلها، نعمل فيوجن، حترجع يرفضها يعني. اوكي، فمع انه يعطوها كونتاكت لينسز وتعمل تغطيه، هذا شيء جيد، لكن لابد لها فيجن ثيرابي عشان ندرب الدماغ انه يتقبل هذا العين. شكرا. والنتائج الله اعلم حسب الكيس وحسب الوضعيه. يعني زي ما حكيت انه في اشياء كثير لازم تنفحص، وبناء عليها بنقرر طبعا. ايوه. طيب دكتورة سنة بتسأل لأي عمر مقبول إنه الطفل يقلب الأحرف والأرقام عند الكتابة، ومتى تكون مشكلة؟ اوكي، الفيجوال سكيلز حكينا عنهم بيكتمل نموهم تقريبا عند 6 سنوات. أنا لما يجيني طفل عمره 5.5 حتى 6 وربع 6 وشوي، ولا عنده بعض المشاكل، بالعادي ما بنتدخل عشان بعد في مرحله النمو. اللي عنده اطفال بيعرف انه مش كلهم حكيوا بنفس العمر، مش كلهم مشيوا بنفس العمر، مش كلهم طلعوا اسنان بنفس في اختلافات بسيطه بين كل طفل وطفل، وبالتالي لازم نعطيه فرصه للطفل عشان مرحله نمو. كون هذه المهارات تكتمل نموها على 6 سنوات، اذا اجاني واحد عمره 5.5، عمره 6 وكم شهر، بقيمه بشوف شو عنده. طالما ما عنده ليزي اي، طالما ما عنده سكوينت، ما بتدخل، بعطيه فرصه 6 اشهر 8 اشهر، برجع بشوفه. اذا ما زال مستمر على هذا الشيء، يعني اقترب على 7 سنين، وبالتالي طفل بالصف الاول 6 سنين بيقلب الارقام والاحرف، انا بعتبره ضمن الطبيعي مبدئيا. لكن اذا استمر على الصف الثاني او الفصل الثاني بالصف الثاني، لا، معنى هذا الشيء ثبت عنده، قد يسبب له مشاكل. حتى لو الصف الثالث مثلا صار يتعلم، لكن عنده مشكله بالفيجوال سيستم، حتظهر معنا في الصفوف المتقدمه. هذيك اليوم اجاني واحد جايب بنته بده يفحصها، عمرها بصف ال11، عندها مشاكل كثير، ويعني شي نيدز فيجن ثيرابي. بقول لي احنا جينا عندك من 7 سنين، وقلت لنا البنت هذه عندها مشاكل 1 2 3 4 ولازم نتدخل ولازم نعالجها، واحنا ما ردينا عليك. رجعوا يجوا بعد 7 سنين. ممكن يكون عندي مشاكل بالفيجوال سيستم الا تظهر معنا في المستقبل. وبالتالي الصف السادس، الصف الاول ما في مشكله 6 سنين، لكن بعد هيك لا، لازم نتدخل، مش طبيعي. الله يديك العافية دكتور. ما في. دكتور أحمد بيسأل إنه أنت ذكرت هنالك حالات شفاء للإمبليوبي حتى عمر ال40، فبيسأل إذا في دراسات معينة موجود على وإذا النت. اعتقد انا على صفحتي مش الشخصيه تاعت خالد خيري، الصفحه تاعت العلاج البصري الوظيفي، اللي صفحه
بالمركز، اسمه العلاج البصري الوظيفي. اذا بتنزلوا لتحت تلاقوهم موجودين. حكيت مره واذا حابين في محاضره انا عندي اياها جاهزه، يعني اعطيتها في المؤتمر في الاردن عن الامبليوبيا للكبار، معالجه الامبليوبيا للكبار اللي ممكن. نعم. والله يسعدنا يا دكتور انك تقدم لنا المحاضره دي، وان شاء الله الجمعيه ترتب معاك على انه من عيوني ان شاء في الله. زمن. الله يديك العافيه يا رب. دكتور هنا بتسال انه مريض عنده ازدواجيه في الرؤيه وعمل عمليه حول ولا زالت الازدواجيه، فبتسال عن الحل. قد إيه عمره؟ ما ذكرت العمر. هذا الله يعدد. يذكر لنا العمر اذا دكتوره هنا موجوده. بس هذا يؤكد الكلام اللي حكيته. اوكي. ايوه عنده ازدواجيه في الرؤيه، بعدين عمره 19 سنه يا دكتور. ايوه عنده كان ازدواجيه، بعدين ايش؟ عمل عمليه حول. عمل عمليه، كان عنده سكوينت، بعدين رجعت ايوه الازدواجيه، صح؟ ايوه ايوه ليش؟ عشان الدماغ ما تقبل العين هذه. فاحنا المشكله فينا انه نبحث عن المنظر الجمالي، انا عيني فيها حول فبروح بعمل عمليه عشان تكون مستقيمه. اوكي طبعا كلياتنا بنحب يكون منظرنا الجمالي جيد، صح؟ لكن ما دورنا عن الفانكشن. وهذا صراحه يعني في كثير اطباء عيون ما عندهم ادراك للنقطه هذه. انا اوكي انا عيني مستقيمه، لكن بتشوف الدماغ متقبلها. لما بدا الدماغ ياخذ الصوره هذه صار عندي دبل فيجن. ليش دبل فيجن؟ عشان الدماغ مش متعود يدمج الصورتين مع بعض. رجعنا لورا. اوكي، وبالتالي حيرجع مره ثانيه ازدواجيه. الدماغ رافض العين هذه من سنين. اوكي، فحتى لو حسنت السكوينت، اوكي بس بطل في سكوينت، الدماغ رافض العين هذه، كله عن طريق الدماغ. ايوه دكتوره سنه بتسال عن تقنيه الفيليبر لعلاج المايوبيا. تغذيه ايش؟ فيليبرز. الفليبرز ايوه لعلاج الميوبيا، للسبازم. احنا لا مش للميوبيا بحد ذاتها. اذا عندي انا مثلا درجتين ميوبيا، عندي درجتين ميوبيا ما بيروحوا. اوكي، اما اذا عندي سبازم اوف اكوموديشن نعمل ريلاكسنج للاكوموديشن بتخف. اوكي، انا اذكر من اول حالات اللي جتني اول ما جيت على الاردن بال 2007 2008 كنت اعمل في مستشفى للعيون. فجانا طفل صف رابع خامس، على الاوتو بيعطيك ناقص 11 تقريبا لكل عين، بس بشوف 20/20 خليه يقرا من غير نظاره من غير اي شيء، بشوف 20/20 حطه على الاوتو بيعطيك ماينس 11. عنده صداع شديد. مع السايكلو ما عنده شيء، اختفى طبعا. فكان الدكتور الموجود حكى نعطيه اتروبين. فانا دخلت قلت له لا لو سمحت هذا فيجن ثيرابي، بدنا شيء يعني انفاسيف، بدنا شيء من غير ما يسبب له اي اشكال. اوكي، اتروبين عين بعدين عين وعين بعدين عين، العينتين مع بعض ما فيك تعطي اتروبين، تخلي غباش الرؤيه بشكل دائم. فاترك لي لو سمحت خلينا نشتغل فيجن ثيرابي. فاشتغلنا، حطيت برنامج للام، اعطيتها تعليمات وصارت تيجي كل فتره تعمل تمارين، اعطيتهم تمارين للبيت. خلال شهر حطه على الاوتو 0 الحمد لله الصداع راح. فبسموه نعمل تمارين، نعمل ريلاكس للاكوموديشن. لما نعمل ريلاكس للاكوموديشن بيروح السبازم. اوكي. 5 years patient with spasm of accommodation with a little esotropia and amblyopia. Which type of exercise is it? معلش تعيدي. طيب 5 years old. 6 years old. 6 5 اوكي. ايوه with spasm of accommodation. ايش عنده؟ سبازم. spasm of accommodation ايوه. اوكي. وعنده little esotropia. ايزو. ايوه ومعها amblyopia. طب يسايكلو؟ ما محدد. هذا من الاكسرسايز. هذا اكيد اول شيء سايكلو. طبعا لازم سايكلو نتاكد انه هذا سبازم اكوموديشن. مع السايكلو بيروح. ممكن يعطيني بلس، ايش عرفك بعد السلام السايكلو؟ عليكم يا دكتور. ها السلام عليكم، انا اللي سالت من الحاله. اهلين وعليكم السلام، تفضلي. الله يعطيك العافيه يا رب. ايوه بعد السايكل بكون زايد 2.5 وقبل السايكل كان ماينس 7. هذا عنده بلس. اوكي، هذا بنعطيه انا في رايي بنعطيه بلس، لكن الدرجه ممكن بالعياده نحددها كم، نشوف الفيجن تبعه. بدنا نعطيه تريننج، تمارين، لابد نعطيه تمارين عشان اول ما نحط البلس وهو عنده سبازم هيشوف كثير غباش، فحيمر بفتره صعبه شوي. لازم نوعي الاهالي. فيجن ثيرابي اوكي، نعطيه شويه بلس انا في رايي حتى نريح. بنعمل فيجن ثيرابي. امبليوبيا بنحدد ايش الامبليوبيا اللي معاه، بنحدد الامبليوبيا الفيجن 60/24 بالبست كوركشن. ادب انا بعطيه بلس وبستنى بشوف بعد شهر او شهر ونص او شهرين اشوف اذا مع البلس بتحسن. اوكي، ببلش الفيجن وبعطيهم تغطيه. اذا البوث ايز نفس الشيء بخليه يغطي، بعطيه مثلا يغطي ساعه ونص او ساعتين العين هذه، وساعه ونص او ساعتين العين الثاني. اوكي الترنت، وبرجع بشوفه. اوكي بس برضه هون بده يعني اعتقد هيك مبدئيا جيد مع السايكل عشان عم بيطلع معي بلس، وبالتالي انا لازم اعطيه بلس ما بعطيه ماينس. اوكي وبعمل تغطيه وبشوفه بعد فتره. طيب جزاك الله خير. وياكم ان شاء الله.
طيب دكتور عفرة بتسأل إنه طفل عمرها سنتين ونص أحيانا بيشوف إنه عيونه اليسار بالذات بتدخل على جهة الأنف إذا يعني كانت يعني ناظرة على الجوانب، بس إذا صورناها وهي جالسة الكورنيا ريفلكس طبيعي أو مظبوط. بتسأل إذا هي بتحتاج تدخل الآن. مش غلط تاخذه عند دكتور عيون ويعمل لها سايكلو ويتاكد اذا عندها طول، واحتمال عندها شويه طول، وممكن الدكتور يعطيها نظاره للطول هايبرمتروبيا. وممكن الدكتور يشوف إن ما عندها اي شيء، بس الصح انك تاخذوها طبعا، ما تتركوها. كده تقريبا خلصت كل الأسئلة، ما أعتقد في سؤال ثاني أو أنا نسيت هذا. إذا في سؤال نسيته أو في شخص عنده سؤال ممكن يتفضل. يا دكتور أنا جبت سألت عن الستاجس. تفضلي. الأمبليوبيا ممكن تزيد أكثر من كده، هي الآن عمرها 6 سنوات. ممكن يعني احنا هون ما عم نقيم. انا ما عندي معلومات دقيقه، اوكي، ما بعرف عندها 3 دي فيجن ولا ما عندها 3 دي فيجن. لا كل شيء نورمال الحمد لله. طيب كمل 3 دي فيجن، كمل ستروبسيس. ما هذا لازم اقيسه انه ضمن النورمال فاليوز ولا لا. عندها شو اسمه، في فوريا ما في فوريا، كيف الاي موفمنت. بدي اقيم كله مع بعض، يعني ما باخذ شغله واحده هيك وبعطي حل على بس عندها نستاجموس او عندها امبليوبيا، وباقي كل اللي حكيناها قبل لازم تقييم كامل حتى نعرف ايش المشكله. غيرك بعد هذا اللي عندها ايش عم بياثر على حياتها، ضروري انا لا اشوف. اوكي، عشان هيك يعني. اوكي طيب تسلم، شكرا. أهلا وسهلا. جزاك الله خير. واي حد يعني عنده اسئله عندكم رقم التواصل، سواء كان عايز مثلا عنده حاله عايز يستفسر عنها او عايز يشترك مثلا في الكورس حق الفيجن ثيرابي ان شاء الله. وان شاء الله ما حتكون هذا اخر لقاء، ان شاء الله حنستضيفك ثاني وثاني باذن الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. جزاك الله خير. شكرا لكم، شكرا لكم. يديك العافيه. مجهود مبارك ان شاء الله. شكرا للجميع. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا دكتور، وشكرا لكل المستمعين. العفو. ونشكر جمعية البصريات السودانية. معنا دكتور مصطفى عبدو نيابة عن جمعية البصريات السودانية. تفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله دكتور خالد. اهلا دكتور. محاضرة قيمة وأجمل ما فيها بساطة، يعني كل المتلقين استفادوا منها بالتأكيد. الله يبارك. دليل على ذلك الحضور والتفاعل بعد المحاضرة، يعني العدد ما شاء الله وصل في مرحلة من المراحل 135 شخص. نعتبر عدد مقدر من الحاضرين، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. وإن شاء الله دكتور خالد الفترة الحالية والفترة المستقبلية عنده كورسات، فإن شاء الله الناس تستفيد منها، تحاول تسجل بالتنسيق مع الدكتورة ليالي اللي هي رئيسة اللجنة الإعلامية بجمعية البصريات السودانية. ان شاء الله. أنا صراحة حضرت جزء من المحاضرة وأنا سايق، وآخر المحاضرة جيت دخلت البيت، يعني قطعت المحاضرة، كنت مستمر فيها كل وقت، بس أكيد يعني من خلال النقاش حسيت إنها محاضرة مرة مثمرة ومفيدة للزملاء. والحمد لله حتى الحضور ما بس من الجمعية السودانية، في حضور من مجموعة من الدول العربية الحمد لله حضرت. الحمد لله. الله يعطيكم العافية جميعا، وخلينا على تواصل معك إن شاء الله أرسل الدكتور ليالي على أساس إنه إن شاء الله نسق لي محاضرات أكثر وأكثر بإذن الله. ان شاء الله. شكرا لكم. الله يبارك. العافية وعاقد عن شكرا يا دكتور، بارك الله فيك. إن شاء الله بداية تعاون بيننا إن شاء الله بإذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شاكر عبرك كل الحضور، نقول عليه الحضور الوفي، يعني دائما هم حوالينا كده في حضور المحاضرات، ومن خلاله بيتحقق الغرض من المحاضرة انها تكون محضورة ومفيدة للناس. اشكر عبرك كل الحضور اليوم ان شاء الله، ونلتقيكم ان شاء الله في